أيام امتحانات والولاد ما لهاش نفس للمذاكرة ولا لها نفس للأكل، ومتوترة ونفسيتها مش حلوة. تعالوا ما نعمل لهم طاسة تظبط نفسيتهم وتبسطهم كمان. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بينا نطبخ مع حنان. ومعايا كام قطعة لحمة، ولا هي نص ولا هي ربع، هي 350 جرام. هقطعها أي قطعية، هقطعها حتت شرايح كده زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي وأنا بقطعها. جزراية كبيرة بشرها، لو صغننة اعملي ابشر اتنين. 3 بصلات، 3 بصلات أبيض مقطعة مكعبات كبيرة شوية. طماطمتين بشراهم، خدوا بالكم الخطوات دي بتبقى مهمة جدا. نص فلفلاية ألوان، عندك بلدي مفيش مشكلة، ما عندكيش ألوان مش هتعطليش نفسك. بس اهم حاجه الجزر والبصل والطماطم والفلفل، تحطيه الوان تحطيه بلدي مفيش مشكله. قطعت الكام قطعه لحمه. لو حابه تعملي 2 كيلو بقى الكميه دي ترجع لك، انا هقول لك الفكره وانت براحتك خالص. بصي انا قطعتها ايه، قطعتها شرايح كده، بتدي كميه وبتدي طعم وبتدي طعم حلو قوي قوي. هنطلع على النار في طاسه او حله يعني براحتك خالص. معلقه زبده، معلقتين زيت، وخلوهم بقى يسخنوا يسخنوا. انزل بقى بقطع اللحمه كده واحده واحده، اديها صدمه. بصي اديها صدمه كده، ما تحطيش اي حاجه دلوقتي عليها، واحده واحده. قلبي بقى بعد ما تاخد الصدمة بتاعتها. هقلب وكمان هغطيها لحد ما تتبخر خالص خالص. مش هنزل بالخضار غير من اللحمة تغير لونها خالص. ايوه اتشمعت اهو، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله بقى، مش قادره بقى اوصف لكم. الروايح تبدا بقى تظهر وتهل. انزل الاول واحده واحده، خدوا بالكم بقى واحده واحده بقى من الخطوات كده. هنزل بالبصل، هكرمله سيكه، هديله لون. هخلي الطاسه تاخد بس اللون والبصلايه تتكرمل شويه عشان تدينا اللون الحلو اللي انتوا شفتوه ده والطعم والنكهه الممتازه. اهو بعد كده ايه 10 دقايق سبت البصل وخليت النار هاديه متوسطه عليه. فلفل اسود وملح، انا مش هحط في الاكله دي كلها غير فلفل اسود وملح. نص معلقه فلفل اسود ونص معلقه ملح، وبعد كده ظبطي الملح بتاعك براحتك بقى. البصل بيبقى مسكر ومقطعه كبير. البصله بشراها، انزلي بقى بالجزره بشراها. انما البصل انا عايزاه مكعبات عشان يفضل ظاهر كده فيه شويه. والفلفل مكعبات نزلت بيهم بعد ما البصله كرملت. مش هنزل بالطماطمتين دلوقتي الا لما ياخد برضو لون. كل مرحله بتاخد لونها. اهو بصوا بعد كده ايه 5 دقايق 10 دقايق على حسب النار اللي عندك. نزلت بقى بالطماطمتين اللي انا بشرهم. برضه هسيبهم 5 دقايق. ليه؟ عشان كل حاجه بتاخد نكهتها كده في الاول. ميه بقى مغليه براد. بصوا بسم الله ما شاء الله، الريحه بقى خلاص بدات تهل كده وجميله. الطاسه دي بتعمر الدماغ. هنزل بلتر ميه، ايوه بلتر ميه على نار بقى متوسطه. بص عشان تعرفي تسوي كويس قوي تخلي النار متوسطه معاكي في الاكل كله عشان تستوي، ولو على نار هاديه اكتر. ده كده بعد نص ساعه. واحدتين فلفل كده بدهم طعم وانا بحبه. اوعي تفتحيهم عشان ما يخلوش الاكل مشطشط عشان الولاد. طاسه لسه بقى هكمل بقى جنب منه اعمل الرز. ما بدأتش في الرز الا بعدها بنص ساعة. طاسة معلقتين زيت، نص كوباية شعرية. هحمرهم كده وهديها لون فوق الأصفر شوية عشان بتفتحي معانا بعد ما بيغلي. كوبايتين رز عادي بلدي غسلاه مش نقعاه ولا أي حاجة. وهشوحهم هشمعهم كده ببعضهم. نص معلقة ملح وسيكة فلفل اسود بتديه نكهة حلوة برضه. شمعيه. عايزه تحط له ميه ساقعه ما بيحصلوش حاجه. معلقه زبده اهو او معلقه سمنه، براحتك بقى اللي موجود. بس ما تحطهاش في التشويحه، يعني السمنه او الزبده ما تحطهاش وانت بتشوحها في الاول مع الزيت عشان بيتحرق وطعمها بتروح. مش وريحتها كده بتبقى حلوه اكتر. نزلت بده كوبايتين ونص شعريه ورز، حطيت كوبايتين ونص برضه ميه سخنه ميه ساقعه مش هيحصل حاجه. قلبي بقى كده كويس. قلبته بعد 10 دقايق اما جف خالص الميه اللي فيه جفت. هحطه على نار صغننه بقى. هسيبه هو ياخد 10 دقايق كده بس على نار هاديه خالص عشان يفضل زي الرز يبقى يبقى كله تحت وفوق حلو. بسم الله ما شاء الله. خلاص كده اللحمه خدت لها ساعه، يعني ساعه ونقول 10 دقايق كمان. عادي خالص الصوص بتاعها بقى مظبوط قوي. طعمها حلو، ريحتها تحفه. ريحه البصل مع الخضار حلوه، بتعمر الدماغ. الطاسه ديت طاسه الباور، طاسه السعاده لينا وللولاد. بص الرز بقى اهو، بص الرز من تحت وفوق كله لون واحد. ليه؟ عشان هديت له النار
بصوا ريحته بقى جميله، والزبده والسمنه ما تحطهاش الا بعد ما تشوحي خالص، وما تحرقهاش في الاول، بتديها طعم وتفضل زهرة بقى فيه. غطي بقى الأكل سخن، والجو برد، والولاد عايزة تتدفى، واحنا كمان عايزين نتدفى. على فكرة الطاسة دي عايزة صف عيش، مش عايزة رز، بس يلا مش مشكلة. دي عايزة صف عيش كده معاها، أقل كمية منها بتقضي، بتكفي وحلوة وبتفيض كمان. والبركة من عند الرحمن، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طاسة حلوة، طعمها حلو، ومغذية جدا، والولاد يتدفوا واحنا كمان نتدفى معاهم. ربنا ينجحهم ويسعدهم ويسعد أيامهم ويسترها معاهم يا رب. يا رب بس أكون فدتكم، لو بأي حاجة صغننة ما تنسونوش بدعوة حلوة. ربنا يسعدكم ويسعدكم أيامكم، وفرحكم بولادكم ويديكم الصحة، ويرزقكم بالرزق الكتير الوفير إن شاء الله. أشوف وشكم بخير فيديو جديد، مع ألف سلام في رعاية الله وحفظه. الحاجة لسه هتجيب عيش على فكرة. يا حنان. الأكل حلو، باي باي، مع السلامة.